محمود باشا، اخبار معاليك؟ عامل ايه يا حبيبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده عايز اتكلم عن موضوع البسيط وصحتي. عنوان فيه كلام كتير، بس محتاج ناس قلبها زي الحديد بالمعنى الأصح. نحاول بقدر الإمكان نوصل يكون عندنا معلومات كافية عن الصحة عامة، بنفهم أكتر الدنيا حوالينا ماشية إزاي. طبعا لما أنا قلت أعتزل والكلام ده، فطبعا من رابع المستحيلات عز الحريري يعتزل على الرغم إن ملهوش ظهر. خالد المصري، أهلا وسهلا بيك يا حبيب قلبي. محمد سمير أبو رؤيا، شرفنا ومنورنا. موضوع الصحة اللي هتكلم فيه النهارده هيعتبر موضوع خطير بالمعنى الأصح. مش موضوع للشو، ده موضوع فيه كوارث. المفروض زعماء المنطقة أو أعضاء المنطقة أو الناس اللي عندها نخوة تتحرك في المزمار ده. مستشفى مبارك او اي مستشفى ماشي يا علم، تشكر يا علم. انت كده شايف الفيديو حلو يعني؟ طيب، موضوع مستشفى مبارك بقى، وطبعا الملف اللي ذكره عن المفروض ان يكون فيه طبيبين تخدير بالمعنى الاصح في مستشفى مبارك، وده طبيعي من ربع المستحيل. لان الرؤية بتظهر وبتبان المشاكل او الوضع الحقيقي لوزارة الصحة، بتفهم الدنيا ماشية ازاي. موضوع ان يبقى فيه 2 دكاترة تخدير في المستشفى المبارك من رابع المستحيل وصعب. اولا لان وزارة الصحة ميزانيتها ضعيفة جدا، والاجر المغري بالنسبة لدكتور التخدير خارجي بيبقى مغري للغاية. فبالتالي من الصعب ان يكون متواجد 2 دكتور تخدير في مستشفى مبارك المركزي. معنى كده ان ما تجراش، على الرغم ان فيه حجرة عمليات على احدث مستوى موجودة في مستشفى مبارك المركزي، لكن مع عدم وجود دكتور التخدير لا تمثل غرفة العمليات اي شيء بالنسبة للمنطقة كاملة.
سعي الأستاذ يحيى شوقي على وجود دكتورين تخدير لمستشفى مبارك من الصعب من رابع المستحيل. مستشفى مبارك زي ما احنا عارفين جرينا على ان هي تبدا تشتغل او يبقى في حيز او في نطاق وزاره الصحه، لكن على الرغم من ذلك فيها حاجات تخلي الواحد دماغه تشت بالمعنى الاصح. طبعا انا حاسس ان الناس كلها بعد العلقه اللي احنا خدناها او الذبح اللي احنا اتذبحناه، مفيش حد هيبدا يتكلم على الملفات وعجز الحكومه عن توفير ولو شيء بسيط للناس البسيطه كده كده مهضوم حقها بكل المقاييس. فمن النادر ان انا الاقي ناس تجري ولا ملف حساس يحتاج جهد كل الشباب وكل المسؤولين وكل الناس اللي في مراكز مرموقة ان يحلوا مضلعة من المضلعات اللي موجودة. مش هقول لك على مستوى الجيزة بس، لا ده على مستوى الجمهورية كاملة. دكتور التخدير بيبقى الروح بالنسبة لأي مستشفى مركزي أو مستشفى عمليات أو أي مستشفى عام بالمعنى الأصح. دكتور التخدير هو الأساس، هو الأول. فأنا لما بطرق على ملف وملف يكون حساس بالنسبة للناس واطلع اتكلم فيه، لان في معظم الناس بيقولوا عليا قلبي مفرتك ومش عارف من الكلام اللي هو هجص. انا اضعف مما يكون، بس انا بحاول اوصل المعلومة للناس البسيطة ان مستشفى من غير جدار ما هيش مستشفى، من غير ادوية ما هيش مستشفى. طب مستشفى من غير دكتور تخدير ما بتبقاش مستشفى. الملف اللي طرق بابه الأستاذ يحيى شوقي المشد ملف يعتبر من الملفات المستعصية عشان بس يبقى ايه الناس توضح لها الصورة، تبقى الصورة واضحة وكاملة. احنا ما بنعملش شو سواء في الخدمات او سواء في البث. دكتور التخدير في مستشفى زي مستشفى مبارك عدم وجوده يؤثر على غرفة العمليات على الإطلاق، بمعنى أن أنت عندك غرفة عمليات مجهزة تجهيز على أعلى مستوى لكن غير مستغلة بالمرة. غير مستغلة ليه؟ لأن مفيش دكاترة تخدير على مدى 24 ساعة اليومي. دكتور التخدير يعتبر زي الفاكهة بالنسبة للطب، بيعتبر الأساسية اللي ما يقدرش يستغنى عنها الطبيب على الإطلاق. عشان نجيب من الآخر فلا بد من وجود على الأقل 2 من الدكاترة التخدير يكونوا موجودين، حتى لو بالانتداب. حتى يعني احنا كنا دايما لما بنتكلم على المدرس بالانتداب كنا بنبقى زعلانين ومقموصين ومتضايقين ومش عارف ايه وما ينفعش، وعايزين ايه مدرس يكون ثابت وموجود في المنطقة او يكون كائن في المنطقة اللي موجود فيها عشان بعد كده ما يتنقلش. النهارده لما بنتكلم على ملف دكتور التخدير في مستشفى مبارك المركزي، دي حاجة ملحة وأساسية، ويصعب، بعيد الجملة تاني أو الكلمة تاني، يصعب على أي عضو من الأعضاء
ان يوفر 2 طبيبين تخدير في مستشفى مبارك المركزي. الجيزة، محافظة الجيزة عامة تعاني من الجزئية دي بالذات، لأن طبيب التخدير عامة ما بيبقاش بالعدد الكافي في على مستوى محافظة الجيزة. لكن احنا بنطمح ان الأستاذ يحيى شوقي يحاول بقدر الإمكان ينفذ ملف مستعصي منذ تشغيل مستشفى مبارك المركزي. بنقول له رجاء ده للإنسان البسيط اللي بيمس الإنسان البسيط فعلا. يكفي إن حاليا دلوقتي بدأ العملية، بدل ما كانت بتروح بتكشف مثلا بجنيه أو ب2 أو ب3 أو ب5، بقى دلوقتي اقتصادي. يعني كده البسيط هيتكلف بتكلفة العمليات بس بأجر يعتبر رمزي. أمين. طب أنا عايز برضو الجزئية لازم تكون موجود معايا 2 طبيب تخدير بالانتداب لمدة 3 أشهر، ويتغير فيما بعد. يعني أجيب 2 امتياز مش عارف اللي هو يبقى متخرج جديد، وأخليه يبقى موجود في مستشفى مبارك الانتداب. طبعا في حاجات ما تنفعش تتقال. المعلومات اللي هي الواحد بيتحصل عليها من اهل الخبره الصحه او في اي مجال، في كلام بيبقى معلومات كده، المعلومات المحظوره بالمعنى الاصح، ان انت ما تقدرش حتى تبوح بيها، بتبقى موجوده للشخص نفسه. يعني فيه ملف برضه في مستشفى مبارك من الصعب الحديث عنه حاليا. تم التنبيه عليا ان انا ما اتكلمش فيه، لان موضوع ممكن يمس كمان فيما بعد يمس حياة الانسان البسيط المريض، فبالتالي متأجل لفترة معينة لحين نخلص من الملف اللي هو طبيبين تخدير في مستشفى مبارك يكونوا متناوبين لمدة 24 ساعة متواجدين في مستشفى مبارك، سواء لإجراء عملية أو لإجراء عملية ولادة قيصري أو الحاجات ديت، لأن إحنا ناس بسيطة نحتاج أبسط الحقوق الصحية على الأقل تكون موجودة في مستشفى مبارك. طيب انت ليه طرقت الباب ده واتكلمت فيه بعد ما اتكلم الاستاذ يحيى شوقي على ان المفروض يبقى فيه 2 طبيب تخدير في مستشفى مبارك؟ اولا كثرة الطلبات او الطلبات اللي هي الكتيرة، اما بنتلاقي العضو او المسؤول بيجري على الطلبات وبيتلاقي تقصير من جهات معينة على تنفيذ رغبته، بيبقى المعلومة ناقصة، بتبقى في الأساس المعلومة ناقصة. لكن النهاردة لما المعلومة تكون واضحة بالنسبة للنائب اللي هو بيطرق باب وزارة الصحة وبيطالب بلابد من وجود طبيبين تخدير في مستشفى مبارك. اسكت يا هاني دلوقتي يا هاني، ده احنا في ورطة يا هاني والله واحنا مش داريين. طبيب التخدير هو الروح الأساسية لأي مستشفى سواء مركزي أو حميات أو خلافه موجودة في القرى بجوار القرى عامة. عجز طبيب التخدير او دكتور التخدير في المنطقه عجز كارثي بالمعنى الاصح، على ان بعض المعلومات بتقول ان في 3 دكاتره تخدير يعتبر ماسكين من امبابه لحد تريس، اسمه الدكتور ياسر والدكتور يسري ودكتور تاني مش عارف اسمه فرج ولا اسمه ايه، المهم دكتور تالت. يعني 3 دكاترة بس هم اللي موجودين في المنطقة. دكتور التخدير ما طبيعي عشان البدل اللي
من وزارة الصحة عامة ما يتعداش 1200 جنيه. فرقم بالنسبة للدكتور مش رقم، مش مبلغ بالمعنى الأصح. الدكتور لما يلف، دكتور التخدير لما يلف على كذا عيادة على الأقل، يعني يوم ما يصفي له في اليوم هيصفي له من 4000 ل 5000 جنيه في اليوم. اما تيجي تقول له لا تعالى انتداب بقى في مستشفى مبارك او في مستشفى مش هينفع غير كده. ما هوش مش الزامي. اخر الدكتور اخره ايه؟ استقاله. يعني حتى لو مدير المستشفى ضغط عليه او عمل، اخره استقاله، مش فارقه معاه، لانه هو في النهايه بيمارس مهنته مع العيادات الخاصه، وبيطلع له اجر من 4000 ل 5000 جنيه يومي. احنا في ورطه، او الناس البسيطه في ورطه، لابد الناس كلها تكات على وضع حل لمستشفى مبارك بالذات، لان هي اقرب مستشفى مركزي لتريس والمناش البلد والبورتوس، يمكن اقرب لبورتوس من امبابه. فبالتالي وجود طبيبين تخدير ده حاجه ملحه. عايز ايه يا عم هاني؟ انت بتيجي في وقت غريب وبتبعت كلام. عايز ايه يا هاني؟ ما تعرفش اخبار الانتخابات الامريكيه ايه، واخبار الكراتين وتوزيع الفلوس؟ يا عم ما هم العرب يا عم هاني، ما تعذبش يا ابوي. العرب مجهزين الكراتين عشان ترامب ينجح. خلاص يا عم، فانت قول لي ترامب اللي نجح ولا الواد التاني؟ في كلتا الحالات بناخد على دماغنا، ما نضحكش على بعض. فموضوع النهارده موضوع شائك بالمره، موضوع شائك بالمره على اي عضو مجلس نواب موجود او فيما قبل او اللي جاي. موضوع دكتور التخدير في مستشفى مبارك، ان يهيئوا لمستشفى مبارك عدد 2 دكتور، ده من رابع المستحيل لمدة 24 ساعة. في واحد طلب يتكلم على البث، نشوف مين حضرته وبالاخر بنعمل لهم إجابة. يا ابو سعد انت بتطلب وبعد كده ما بتتكلمش، فريح دماغك. اشرف نبهان عنده استعداد يتكلم معانا على البث بخصوص مستشفى مبارك او تحويل مستشفى نكلة لحميات، وده برضو من رابع المستحيل، لان اتكلمنا في الموضوع ده. ميزانية وزارة الصحة عامة ما بتتعداش من 3 ل 5%، فبالتالي من رابع المستحيل تحويل مستشفى نكلة لحميات، ووجود دكتورين تخدير في مستشفى مبارك. انا بقول من رابع المستحيلات، الا اذا يتكاتف الناس مع وزارة الصحة على اساس يخلونا 2 من الدكاترة موجودين بالانتداب، والانتداب ده موضوعه امره سهل يا عم. هي المشكلة مش في واقعة في مكان جغرافي او مكان مش جغرافي. ميزانية وزارة الصحة ضعيفة للغاية، فمش هيحول لك مستشفى قروي او وحدة قروية الى مستشفى حميات، ده بالطبيعي. احنا بنتكلم حاليا دلوقتي على طلب مقدم لوزارة الصحة بان يوفروا لنا دكتور تخدير او عدد 2، لان العمليات، غرفة العمليات المجهزة عندنا غير صالحة. طب غير صالحة ليه؟ لان مش موجود فيها دكتور تخدير، مفيش فيها دكتور تخدير. لم بمشاكلك واعرف مشاكلك اللي موجودة في منطقتك ايه بالظبط عشان تقدر تشتغل عليها. قلنا نظام التوعية، وان احنا عايزين نغير من حياتنا او نظهر مشاكلنا ونشوف الحل فين. الحل المفروض اللي يجاوب لنا عليه السادة الاعضاء
اللي سواء في مجلس النواب او في مجلس الشيوخ يقولوا لنا طريقه حل المشكله دي ايه بالظبط. مستشفى مبارك بتختص برعايه اكتر من 350 الف نسمه، ما فيهاش طبيبين تخدير لتشغيل غرفة العمليات اللي هي موجودة بالفعل، اللي اتصرف عليها أجهزة واللي موجود لها دكاترة الجراحة موجودة، وبالتالي كل أكتر حاجة يحول مثلا على القصر، يحول على بالريش، يحول على أي مكان تاني، لكن في النهاية اللي بيبقى تعبان فيها الإنسان البسيط. فأتمنى من الناس المسؤولة او الناس اللي بتخاف ربنا سبحانه وتعالى تحاول تشتغل على الملف بجدية. قلنا لو مسكنا ملف واشتغلنا عليه، يعني وجود الطبيبين وجود الطبيبين في مستشفى مبارك ده يعتبر ملف قومي، ملف للمنطقة بحالها بالكامل. اشتغل لي على الجزئية دي ووفر لي الطبيبين التخدير يكونوا بالإنابة منتدبين، موجودين ل 24 ساعة، موجودين ل 24 ساعة لإجراء العمليات. الناس اللي حاطة في دماغها ان السكوت في فترة زي دي فضيلة، لا، أنا ما بعتبروش فضيلة، أنا بعتبره جبن وخيانة. أي واحد في أي مكان لو المعلومة وصلت عنده ووقفت بيبقى راجل خاين. وصل المعلومة للناس عشان الناس تعرف إمكانياتها وحدودها. أنا كراجل دلوقتي لو جرالي حاجة، بدل ما هقول مستشفى مبارك وضيع وقت، لا، ده أنا أدور بقى على القصر، على بالريش، على أي مكان بعيد، وأنا ورزقي الله أعلم بيه. طيب أروح عيادة، طب هروح عيادة ما التكلفة هتبقى عالية عليا كإنسان بسيط. فأنا بناشد أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، حاولوا بقدر الإمكان توفير عدد 2 دكاترة تخدير في مستشفى مبارك المركزي، وده مشروع يتحسب لك، مشروع يتحسب لك. فرجاء سرعة تنفيذه، لأن هو حاجة ملحة. الإنسان اللي هو الصحيح بطبعه ما بتبقاش فارقة معاه موضوع الصحة ده بالنسبة له، لأن ما يعرفش قيمة الصحة اللي هو إيه لمسها يعني. الأستاذ وائل عباس يا ريس، احنا كنا قاعدين النهاردة مع سيادة النائب يحيى المشدي وسيادة النائب شغال اليومين دول على مستشفى مبارك، اتمنى من الله كل التوفيق. يا استاذ وائل، الكلام اللي حضرتك بتقول عليه جلوسك معاه النهارده، هو الراجل شغال في الملف بقاله اكتر من 10 ايام بالمعنى الاصح، لكن في معلومات بتطرق بالنسبه لي كانسان بسيط لابد ان انا اوصلها للناس ويبقى عارفين ان موضوع دكتور التخدير في مستشفى مبارك من الصعب بتنفيذه. كلام واضح وصريح وبدون لف ودوران. دكتور التخدير اليوم ما بيشتغل في السوق التجاري بيتحصل له على 5000 6000 جنيه في اليوم. لما يروح بالانتداب في مستشفى، اي مستشفى كان، اخر راتب ليه هيكون في اليوم 1000 جنيه. اسيب ازاي 5000 6000 جنيه واروح اقعد يوم 24 ساعه ب 1200 جنيه في مستشفى؟ ماشي. ما كانش ضغط وما كانش الاعضاء كلها تكون متكاتفه مع الاستاذ يحيى شوقي وكلامي واضح، ده ما فيهوش تهريج. هنقول احنا عايزين نشتغل على ارض الواقع ونغير بالفعل. انتوا جيتوا خلاص،
الموال ده كده بالنسبه لي منهي. اشتغلوا انتوا الخمسه على الملف. هات يصعب على الخمسه ان يجيبوا دكتورين تخدير على مستشفى مبارك بالمنطق وبالعقل. اشتغل على الملف ده. والله لو ملف هتشيل اذى من الطريق، لو هتشيل طوبه وهتشتغلوا عليه انتوا الخمسه وتنجحوا فيه، يبقى لكم التحيه والتقدير، يبقى 10 على 10، يبقى كتر خيركم. ايه المشكله لما تعمل انتداب كل 3 اشهر لشخصين مختلفين، 3 اشهر لشخصين مختلفين، 3 اشهر لشخصين مختلفين، ويبقى حققت العداله الاجتماعيه بالنسبه لمنطقه كامله يتعدى سكانها 350,000 نسمه. هي الناس دي ما تستحقش صحة جيدة على الأقل؟ ما تستحقش إن أنت توفر لها مبلغ وقدره، سواء هيروح يعمل في عيادة خاصة أو سواء هيروح في مستشفى بعيدة عن المنطقة اللي عنده؟ ما هي حاجة بالمنطق وبالعقل يا شباب. فلا بد من تكاتف أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في حل مشكلة دكتور التخدير بمستشفى مبارك، لأن ده ملف شائك ويحتاج جهد وتضافر جميع أعضاء مجلسي الشيوخ والشعب. الكلام واضح. طبعا بالنسبة لمستشفى مبارك فيه ملف يعتبر من أخطر الملفات وما ينفعش أتكلم فيه حاليا. نخلص من مشكلة دكتور التخدير الأول، وبعدين ربنا ييسر ونخش على الملف اللي هو الأساسي اللي لابد من تنفيذه على أرض الواقع أو إدراجه في الخطة اللي جاية بإذن الله. أنا حاسس إن الأستاذ يحيى شوقي بيتواصل مع أهل الأخصاص وأهل نكلة، وكان في ميعاد النهارده كان معانا مع الأستاذ يحيى شوقي الساعة 9. كان وفد من نكلة كان جاي يقابله، لكن حصل له ظروف أو كان بيحل مشكلة في مكان ما فاختلف الميعاد، فتأجل الميعاد لوقت تاني. الأستاذ يحيى شوقي عايز يشتغل لأن الراجل جواه طاهر من جوه، عايز يعمل حاجة بالفعل، لكن بدون سند ودعم من الناس أو من المحبين أو من الأعضاء سواء في الشيوخ أو في النواب يدعموا شخصية زي الأستاذ يحيى ويبدأ على أرض الواقع صح، مفيش حاجة هتتم. احنا عايزين بس ناس تتحرك، ناس تخاف ربنا عز وجل في الناس البسيطة، لأن المشكلة كبيرة محتاجة منا كلنا تركيز يعني. أشرف نبهان لو موجود معانا كده يظهر عشان نبدأ نتكلم معاه في بعض الحاجات، ده لو أمكن أو إذا كان موجود معانا يعني. ملف التخدير ده يا جدعان ملف شائك من زمن، مش من النهارده. حبيت اتكلم عليه النهارده لان استجدت معلومات تجعلني ان انا اتكلم في الموضوع ده، لان الموضوع ده محتاج مصداقيه سواء على امكانيات النائب او النواب سواء شورى او شعب في تحريك الملف نفسه. لان الملف ده بالذات ميزانيه وزاره الصحه بالمعنى الاصح، فبالتالي لابد ان يكون له حل او يكون العضو نفسه يقدر ينفذ المشكله ويحاول يحلها بطرق عبقريه. مش محتاجه بس ان انا بقدم طلب وبنزله على الفيسبوك وبظهر للناس ان انا شغال وخلاص. لا، الملف صعب فعلا، صعب جدا.
لو خلص سواء على يد الاستاذ يحيى شوقي او على يد مجموعه الاعضاء اللي ربنا كرمنا بيهم ويحلوه، يبقى عملوا خدمه عامه، خدمه عامه يشكروا عليها بالنسبه للمنطقه الكامله يعني. لان احنا عندنا هي مستشفى مبارك، وبنأمل ان نخلي مستشفى نكلة نخليها حميات. فلو هو اشتغلوا على الصحة وعلى التعليم، وكل مجموعة تشتغل في جزئية معينة وينجزوها، يبقى على الأقل خالص عملنا حاجة ترضي الإنسان البسيط، بغض النظر عن اللي حصل في الأيام السابقة. لكن اللي حصل ده مش نقول الحياة وقفت على كده لحد كده يعني. الحياة مستمرة، وقلنا مليون ألف مرة مستمرة، سواء في نظام صالح أو نظام طالح أو مع مجموعة مش فاهمة خطورة الأمانة اللي هي شايلاها. فنتمنى من الله السلامة لنا كلنا جميعا يا رب، وربنا يسترها علينا. الله لطيف بعباده. اخبارك يا استاذ ايمن، عامل ايه؟ حاسس ان انت صامت، وهيكون في حاجه، صمتك ده فيه مشكله يعني، او تكون زعلان مني. ما انا ما اعرفش، ما انتوا ساعات بتزعلوا مني كده وخلاص يعني. فعايزين نسمع صوتك على الاقل. الاستاذ سعيد سعد الرملاوي، اهلا وسهلا بيك، مشرفنا. شحاته ضيف، اهلا وسهلا بيك. ناس حبايبنا كتير والله موجوده يعني. استاذ وائل، طيب قول لنا ايه الطلبات اللي اتكلمتوا مع سيادة النائب فيها، على الأقل خالص نعرف الدنيا ماشية ازاي، وطريقة تفكير شباب الأخصاص في إدارة المشاكل اللي عندها. يعني بناخد خبرة على الأقل من الأخصاص في إدارة مشاكلها وطريقة السعي لحلها يعني. فأتمنى إن أنت مثلا إيه، أنا عارف إن أنت مش هتطلع معايا، بس أتمنى إن أنت بس تكتب لي الموجز حتى في القعدة، توصلتوا لإيه مع سيادة النائب يحيى شوقي، عشان بس نعرف الدنيا ماشية إزاي، ونعرف إحنا على الطريق الصحيح ولا برضو هنلف وندور وطلبات واحاطات وكلام وخلاص، وفي الاخر ما نتلاقيش حاجه اتنفذت يعني. يا حبيبي، مساء الفل يا حاج عبد الغني، اخبار معاليك يا حبيبي، عامل ايه؟ منورني يا غالي. يا استاذ وائل، وائل دايما الانسان البسيط بيبقى عنده رضا بقضاء ربنا عز وجل، سواء في حكم ظالم من اهل الدنيا ليه، او 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 او, أو
ونظريه نظره الناس ليه. لما بلاقي المقالات او الكتابات بتاعه المرشحين، بحس فيها بانكسار شديد، على الرغم ان هو بيبقى في قمة الكرامة والشرف على الاصوات اللي خدها من الناس واحتضانه والالتفاف حواليه او الاقتناع بفكره او بشخصيته. جميل، بس كسرة مملة، كسرة تتعب يعني. احنا الحمد لله خرجنا من المعترك الانتخابي بالمعنى الاصح. ان احنا عرفنا على الاقل ان احنا وقت ما نقدر ونقول احنا عايزين فلان بنقول احنا عايزين فلان، مش عايزين فلان بنقول مش عايزين فلان. ماليش دعوه بسياسه الدوله هي عايزه مين او طريقتها عايزه ايه، ما يخصنيش، او الحجه اللي جعلتهم يفكروا ان هم دول الانسب في الفتره ديت، مش فارقه. لكن في النهايه احنا اتعرفنا على شخصيات تستحق الاحترام والتقدير، شخصيات فعلا ما كناش نقدر نوصل لها عن طريق المشاركه، وتعرف الشخصيات وتعرف تفكيرها وتعرف عقليتها، وتعرف هو رؤيته حتى ايه اللي هي كان ممكن يقدر يطبقها على ارض الواقع ويشتغل عليها. بغض النظر هو جه او ما جاش، دي مش المضلعه اللي هي بتعوقنا يعني. بس انت بتتلاقي ناتج حلو، لان فيه نسبه الناس اللي فاهمه او الناس اللي تقدر تدير، بتلاقي نسبه كبيره عن الاول. كان زمان مش هتتلاقي في المجموعه اللي كانت بترشح نفسها واحد او اتنين او تلاته بالكتير قوي. النهارده ممكن تلاقي 6 و7 و8 موجودين يقدروا يعملوا حاجه، بس في النهايه هو قليل الحيله. مش قليل الحيله ضعف، لا قليل الحيله لان اساسا 3/4 المجتمع او المحيط به ما عندوش وعي كافي بالصالح والطالح. هو بيبص على ان الراجل ده راجل غني او راجل معاه فلوس. طبعا النهارده مش هقول راجل غني وراجل بدبوره، لان هي الدوله هي اللي جابتهم، ما يخصنيش حزب خراب وطن ولا الدوله. انا في النهايه الناتج اللي بيقول عندي ان جابوا ناس ما مش متوقع ان هم يديروا مصالح الناس البسيطه بامانه وبجساره، لان الموضوع كبير. الناس اللي جت ديت مش هتخدم الا نفسها بالتالي، لكن ادينا هنجرب معاهم ونشوف ال5 سنين دولت هيعدوا معانا ازاي يعني. فدايما بنحاول بقدر الامكان ما بنطلبش منهم المستحيل، احنا بنطلب منهم حاجات بسيطه جدا في اي ملف ايا كان. ما تحلش يا عم مشكله عويصه قوي بالنسبه لك، دور على اسهل المشاكل حلا واسعى على حلها، افضل مليون الف مرة ما تلف على 8 مشاكل في الدايرة بحالها وما تحلش اي مشكلة فيها، غير ان انت بتقدم ورق وطلبات وتيجي تقول لي احاطة وتقول لي تساؤل وتقول لي مش عارف ايه. لا، انا عايزك حل لي اسهل مشكلة. الصعب على ربنا سيبه، وربنا سبحانه وتعالى هو القادر ان يحل مشاكل الناس البسيطة مش انت. فانت دور على الاسهل بالنسبة لك وحله، واطلع يا عم خلي الجماعة اللي بيطبلوا وبيزمروا وبيرقصوا لك يقولوا احنا نجحنا في ان احنا شلنا طوبة من الطريق. اقسم بذات الله هساعد معاهم وهطبل وهرقص وهغني واقول فلان شال طوبة من الطريق. العمل الخيري او العمل السياسي الخدمي بيبدأ من اصغر شيء، اقل شيء لو تقدر تعمله اعمله. احنا كنا مثلا لما بتيجي مثلا عملية بطايق، عملية مثلا زي الجماعة بتوع الجمعيات الشرعية والجمعيات الخيرية، توزيع الكراتين مثلا، بيجيبوا ناس بيقولوا يا جدعان احنا عايزين ناس تيجي توزع. اللي يجي يعني عمل بسيط، بس في النهاية ليه الاجر نفس اجر اللي هو رئيس الجمعية نفسه
او يمكن ليه اجر الراجل المتبرع نفسه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ كل واحد على قد عمل الخير اللي بيعمله. فانا برجو من السادة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اشتغل على اصغر ملف واظهروا للناس. انا اللي بقى يعني بقول لك اهو، اظهروا للناس، قول للناس انا اشتغلت، شلت الطوبه ديت من منشيه رضوان، شلت الطوبه دي من براش، شلت الطوبه دي من ام دنار، شلتها من الجلات كده. يبقى انت اشتغلت على ارض الواقع بابسط ملف واسهل ملف. لكن تجري على 8 مشاكل وانت لا انت ولا الحكومه لك القدره على حل ال8 مشاكل في وقت واحد. فبالتالي عن خبره، عن خبره خد ملف واحد واشتغل عليه، ملف واحد بس. واي حد يجي لك على ملف تاني يقول له لا انا خلصت، انا خدت التورته بتاعتي. الملف ده سواء في التعليم عجز مدرسين، يعني في التعليم فيه ملفين بتشتغل عليهم، يا عجز مدرسين يا عجز مدارس. ادي ملفين في وزاره واحده. اختار الملف الاسهل واشتغل عليه. في حاجه اكتر من كده؟ وسيب الملف التاني للدوره الجايه. اذا كان لك نصيب هتكمل وعرفت الليله، مالكش نصيب يبقى التاني عارف ان الاولاني خلص مثلا عجز المدرسين، او خلص حل مشكله مثلا 5 6 قرى او 10 قرى في بناء مدرسه او مدرستين او 3، سواء بالمشاركه المجتمعيه او سواء تبع وزاره التعليم او الابنيه التعليميه. في كلتا الحالات انت بتنجز. احنا عايزين عداله ناجزه في الفتره دي، في المرحله دي. انا ما بطلبش الاول، كنت غشيم بالمعنى الاصح في عمليه الطلبات بالنسبه للنواب. ولما روحنا المحافظه برضو كانت يعني الحمد لله كانت الجزئيه اللي انا كنت حبيتها في نفسي، ان انا طلبت من المجموعه اللي كانت معايا نتكلم على ملف واحد نشتغل عليه بس، بدل ما كل واحد يشتغل على قريته ويقول اذا كان انا عندي 8، اذا كان الاخصاص عندها 4، اذا كان ورد عندها 3، اذا كان القطه فيها 6، اذا كان كده. لا، لو كنا اتكلمنا على ملف واحد واشتغلنا عليه زي ملف محطه الميه، كان زماننا برضو شغالين فيه وانجزنا فيه وخلصناه. لكن انت بتيجي بتتكلم بالنسبه لام دنار في 8 مشاكل، وتقعد مع المسؤول يتوهك، تقعد مع المسؤول يتوهك، تخرج من عنده ما انتش خارج بشيء، ايديك خاويه ما فيهاش اي مصلحه اتعملت ولا قضيت غير وعود وشكرا. لكن لو انت اشتغلت على ملف واحد وملف صغير، هيكون في استطاعة الوزير أو في استطاعة المحافظ أو استطاعة مجلس المدينة أو استطاعة الوحدة المحلية، هيقدر ينفذه، هيقدر يشتغل عليه. الجبل ما بيتهدش مرة واحدة، أو ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وألف عشان تقدر تهد حاجة أو حتى لما تيجي تبني بيت، البيت بيبقى كتلة واحدة بس مبني طوبة طوبة، محطوط زلطة على شوية رمل على شوية اسمنت على شوية حديد، حاجات بسيطة. ابدأ بالحاجات البسيطة واحدة واحدة، ان شاء الله ربنا يكرمك وتقدر تنجز وتعمل حاجة. ابو سعد بيقول لحد امتى هنفضل نطبل لغير بلدنا؟ يا ريت نكبر بقى، بلاش نصغر نفسنا اكتر من كده. ماشي يا حاج ابو سعد. محمود ماهر الطناني مشارك منشور للأستاذ يحيى شوقي عن يوم الخميس اللي هو النهارده، بخصوص ما تم نشره يوم الأحد الموافق 1/11 بخصوص موضوع صرف الأدوية الصادرة بها قرارات على نفقة الدولة لمرضى القلب وإيه والضغط والسكر
لعدد 254 مريض على مستوى منشأة القناطر، تمت الموافقة على صرف العلاج من مستشفى مبارك، وده إنجاز يشكر عليه. من يوم السبت الموافق إن شاء الله، يعني بعد بكرة بإذن الله هيتم صرف 254 254 مريض على مستوى منشأة القناطر لمرضى السكر والضغط والقلب. ده برضو إنجاز يشكر عليه. وتم توفير دكتور تخدير وجاري توفير دكتور متعاقد برجاء توجيه الموظفين لاستكمال أوراق التحويل من مستشفى أوسيم المركزي إلى مستشفى مبارك المركزي، مع خالص تحياتي لأهل دائرة منشأة القناطر. والله أنا أتمنى من الله عز وجل إن الموضوع ده يتم بالفعل، لكن أنا حاسس إن هو من رابع المستحيل يحصل. ولو تم يبقى الأستاذ يحيى أنجز في ملف مستعصي من ساعة إنشاء مستشفى مبارك المركزي. ما كانش فيه احنا يعتبر فيه دكتور تخدير واحد موجود، وده بمزاجه بالمعنى الأصح يعني. لكن لو وفر دكتور تخدير أو عدد 2 بطريقة التعاقد، ما صعب. الانتداب اسهل من التعاقد، لان التعاقد ده مشكله برضو، مش لكن هو الانتداب افضل. ينتدبوا 3 اشهر ويغير ويجيب وكده تمشي، يبقى موجود عندك. لكن بالتعاقد ده من رابع المستحيل ان دكتور يستمر في مستشفى مبارك لمده 24 ساعه وهيسيب العيادات. حاجه منطقيه يعني، مش فالأستاذ يحيى شوقي جزيل الشكر على اهتمامه بمرضى المنطقة في منشية القناطر، بموضوع دكتور التخدير. ده برضو شيء نتمنى من الله عز وجل ان يتنفذ على أرض الواقع، وما يجيش. اصل اقرب حاجة الدكتور التخدير هيعملها وقت ما هتلاقي ضغط عليه شديد هيقدم استقالته وشكرا. هيخصم منه ما يخصم منه مش فارقه معاه، لان ما هوش الزامي. المستشفيات الكبرى بيبقى ليها تخصصات تانية مختلفة عن المستشفيات اللي هي القرى، سواء المركزية او الحميات يعني. قليلا من كل شيء أفضل. ربنا يتولانا برحمته. يا أستاذ أيمن أنت مسهر يعني ولا هي أجازة النهارده؟